يقول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخيل أنت غادي تقابل الله سبحانه وتعالى بوحدك يوم القيامة، شنو غادي يوقع وكيفاش غادي تدخل الجنة؟ اليوم غادي نهضر على الخلود. قبل ما نبدا لازم تعرفوا أن إسرافيل نفخ في الصور النفخة الأولى ومتنا كاملين، وموراها نفخ في الصور النفخة الثانية وحيينا كاملين. موراها غادي تحشروا جميع المخلوقات وغادي تنزل الشمس وغادي يبقى بيننا وبين الشمس مسافة تقريبا ميل. وهنا الله سبحانه وتعالى غادي يخرج السبع الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ملي غادي تكون الشمس قريبة منا غادي يعرق الإنسان على حسب العمل ديالو في الدنيا، لدرجة أنه كاين ناس غادي يغطيهم العرق لأرض المحشر وغادي نبقاو هكذا كنستناو والشمس فوق راسنا لمدة 50,000 سنة، والناس غادي يعياو وهما في هذه المدة باغيين هذه المدة تدوز ويعرفوا شنو غادي يوقع من موراه. غادي يمشيو عند الأنبياء واحد مورا واحد، واحد مورا واحد، ولا واحد غادي يعاون. كلشي كيقول نفسي نفسي، كل النبي غادي يقول نفسي نفسي، حتى غادي يوصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يقول أنا لا. وغادي يشفعنا النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يمشي وغادي يسجد تحت العرش. ملي غادي يسجد غادي يرجع، غادي يلقى الملائكة في السماء فوج وراء فوج. موراها غادي ينزل العزيز الجبار. موراها غادي يتقسموا الناس الفئات، كل فئة تحت إله اللي كانوا كيعبدوه في الدنيا. هنا غادي يبدا الحساب. أول حاجة غادي تتحاسب هي الحيوانات، غادي تقتص كل من بعضها. موراها غادي ترجع تراب. وهنا الكافر غادي يخاف يتخلع من اللي شافه وغادي يقول يا ليتني كنت ترابا. موراها غادي يبدا الحساب الحقيقي وغادي تعيط كل واحد بالاسم ديالو، فلان ابن فلان، وغادي يتحرك الكافر، فلان ابن فلان، وغادي يتحرك المنافق، فلان ابن فلان، وغادي يتحرك المؤمن، فلان ابن فلان، وغادي يتحرك انت. كل واحد فينا غادي يمشي يتلاقى الله سبحانه وتعالى بوحده. غادي تكون مستور الا كنتي مؤمن، اولا غادي تكون مفضوح اذا كنتي غير ذلك. غادي نوضح على حسب الاعمال ديالك غادي تكون مستور اولا مفضوح. اول حاجه غادي تحاسب عليها بينك وبين الله هي الصلاه. مور ملي غادي يكمل حساب المؤمن اليسير وغادي يبدا الحساب ديال الكافر العسير، ونهايه الحساب غادي يغفر الله سبحانه وتعالى للمؤمن ويستلم بعد ذلك كتابه بيمينه. من جهه الثانيه الكافر غادي يشبر الكتاب ديالو بشماله. من بعد غادي تحط الاعمال في الميزان وغادي يبان شكون هما اهل الجنه واهل الاعراف واهل النار. غادي تشوف الحسنات ديالك اكثر من السيئات وانك غادي تدخل الجنه وغادي ترتاح. فجاه غادي تسمع صوت: كل امه تدعى الى امامها. الموحد والفاجر والمؤمن والكافر كاملين غادي يمشيو الى النبي ديال الزمن ديالو. حنا غادي نمشيو عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كل قوم غادي يمشي الى النبي ديالو. هنا غادي تبدا الخطوه الاخيره، الجنه أو النار. فجأة يضرب بحاجز على جهنم، هذا الحاجز حاد كالسيف ورقيق كالشعرة، الصراط. وهذه آخر خطوة للجنة. غدوز فوق الصراط وغادي يكون سكات والظلمة. تخيل معايا أنت في المحشر وقدامك الصراط وتحت الصراط نار جهنم ومور الصراط الجنة. الكل كيقول كيفاش غادي ندوز دابا؟ سكات. موراها غادي تسمع اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيدعي اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أنبياء كيقولوها باش تعرف الأمر خطير. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكل شي كيخاف وكيفاش غادي ندوزو. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أمة محمد أول أمة غادي تدوز على الصراط. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أنبياء كاملين كيقولوا اللهم سلم سلم. فجأة وجهك غادي ينور وغادي تشوف نور كجبل عظيم، كل شيء قدامك باين. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وغادي تشوف المؤمن قدامك وجهه غادي ينور وكيشوف كل شيء قدامه، ما بقاش الظلام. اللهم سلم سلم. نور عند المؤمنين بقدرات الأعمال ديالهم في الدنيا. صافي المؤمنين كاملين كيشوفوا بعضهم. دابا غادي يدوزوا فوق الصراط، غادي تحس بشي حاجه غادي تشدك. انت كتقول شنو هذا؟ غادي يكون ولدك اللي مات هو صغير، غادي يقول لك انا المصير ديال الجنه، انا المصير ديال الجنه. وقالوا لي دخل الجنه، قلت لهم لا، ما غاديش ندخل الا معايا ماما ولا بابا. ودابا وصل الوقت العبور وغادي تعدي في طرفه عين. وكاين ناس بحالك، كاين ناس كطيح في النار، ناس كطيح في جهنم، المنافقين والعصاة. كل واحد غادي يدوز على حساب العمل ديالو في الدنيا. كاين اللي غادي يقطع وهو كيحبو، كاين اللي غادي يقطع هو معلق، وكاين اللي غادي يقطع والنار كتطلع. في الاخير كاملين غادي يدوزوا. اخيرا وصلت، انت فرحان والناس كاملين فرحانين، ولكن كتحس بشي حاجه ناقصه، بحال اللي نسيتي شي حاجه او نسيتي شي حد وماشي معك. يا الله، كانوا الناس معانا طاحوا جهنم، يا رب كانوا معانا في الدنيا وهادو كيصليو وكيصوموا معانا، يا رب أدخلتهم النار. في هذه اللحظات
الرحمه ديال الله غادي تنزل، وغادي يقول مشيو وخرجوا اللي عرفتوا منهم. غادي تمشي انت والمؤمنين، غادي تقلب وتشوف، غادي تعرف صحابك وغادي تقول لهم يلا معايا خرجوا من النار، يلا دخلوا معنا للجنه. وغادي يخرجوا بزاف ديال الناس، غادي نقولوا ربنا اخرجنا ما امرتنا. وهنا غادي تبدا الشفاعات، وهنا غادي يجي النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يطلب الاذن من الله سبحانه وتعالى، وغادي يأذن الله سبحانه وتعالى، وغادي يحمد الله بمحامد معينه، وغادي يسجد، وغادي يقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وغادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي. وهنا غادي تكون رحمة ديال الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم. وغادي يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى النار وأخرج من كان في قلبه شعيرة من الإيمان. وغادي يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يخرجهم، وغادي يخرجوا الناس كثار. وغادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا محمد، اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من الإيمان. وغادي يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يخرج بزاف ديال الناس، وغادي يرجع مرة ثالثة وغادي يسجد، وغادي يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأخرج من كان في قلبه أدنى من حبة خردل من الإيمان. وغادي يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يخرج بزاف ديال الناس أكثر ما خرج قبل، وغادي يرجع النبي مرة أخرى وغادي يسجد، وغادي يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله. وهنا خرج بزاف ديال الناس. وهنا غادي يقول الله سبحانه وتعالى شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وباقي أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة وقيل قبضتين، وخرج من النار الناس عمرهم عملوا الخير قبل، دابا صافي كاملين بينا دوزنا من الصراط. الناس اللي دايرين بيك كاملين أهل الجنة، ولكن شي حاجة غلطة أنا ماشي مرتاح. غادي تدور وغادي تلقى اللي ضربك وانت صغير وما قدرتيش تدي حقك، هذا ظلمني، انت ظلمتيني، وانت ظلمتيني، وحتى انت ظلمتيني. فجأة نحبس يقتص فيها كل واحد من الثاني حتى كل واحد يرتاح، صافي ما غيبقاش الحسد، ما غتبقاش كتحس بشي حاجة خايبة. من غادي يكمل القصص ديالهم كلشي تعبان، كلشي عطشان. في هذا الوقت غادي يكون لكل نبي حوض، وغادي يمشيو لحوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب شربة هنيئة، صافي ما بقاش العطش. من بعدها لحظات فرح، الناس فرحانة، كل الناس واقفة قدام باب الجنة، أول صف الأنبياء والناس موراهم. الناس كتسنى هذه اللحظة أخيرا. تخيل معايا أنت واقف باب الجنة وكتسنى الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجي ويدق الباب الجنة، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم جاي قدامك قدام باب الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم غادي يدق الباب الجنة، وغادي يجي خزان الجنة رضوان وغادي يقول من أنت؟ وأنا الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يقول محمد. وأنا غادي يقول خزان الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. تخيل معايا المنظر، والباب الجنة بدات كتفتح وكتشوف النور اللي كيخرج منه، وغادي يدخلوا الجنة أفواجا كثيرة، وغادي يجي صوت من الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا المقطع انتشر بشكل كبير لأشخاص كيقولوا أنهم شافوا ملك الموت، وبكل صراحة المقطع كيخلع. ما عرفتكمش واش عارفين أنه قبل كان ملك الموت كيجي للناس على هيئة رجل. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتى أتى موسى عليه السلام، يعني بعد موسى عليه السلام رجع كيجي خفية. عاودنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا موسى فقع عين ملك الموت اللي جاء على هيئة رجل، الله سبحانه وتعالى رجع له العين ديالو ورجع عند موسى قال له أنا ملك الموت وخير بين الحياة والموت، أنا اختار موسى عليه السلام الموت. ومن بعد هذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ذلك خفية، يعني من بعد هذا الشيء رجع كيجي مخبع. ولكن هذه المقاطع انتشرت بشكل واسع، والغريب الملامح ديالهم وردات الفعل ديالهم كتدل على أنهم شافوا شي حاجة مرعبة. واخا كيقولوا بعض الناس أن هذا الشيء نوع من الصرع، أنا ما كيبانليش، لأنه إذا كان الصرع هذا علاش كيضرب ولا شنو كيضرب في الهواء، بحال اللي كيحاول يبعد شي حاجة عليه، شي حاجة اللي كيشوفها هو حنا ما كنشوفوهاش. وانتوما شنو بان لكم؟ يوم القيامة كل أمة تحشر تحت لواء نبيها، تارك الصلاة أين يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم قال يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الله أكبر. الصلاة هي أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى، وهي أول حاجة غادي تحاسب عليها يوم القيامة، وأول سؤال وانت قدام الله سبحانه وتعالى عن الصلاة. إذا صلحت فقد أفلح وأنجح، واللي جاي غادي يكون سهل، كاين آمل. ولكن إذا فسدت فقد خاب وخسر، لأن المصيبة ديالك أكثر من المصيبة ديال إبليس. ملي قال له الله سبحانه وتعالى أسجد لآدم وما بغاش، قال له الله سبحانه وتعالى أخرج منها فإنك رجيم، ما بغاش يسجد لآدم، وانت ما بغيتيش تسجد لرب آدم. كون هما هاد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله.
قبل ما نبدا غادي يجي واحد النهار وغادي نكونوا في ارض المحشر، كنستناو الوقت باش نتحاسبوا. الشمس غادي تكون قريبه منا، مسافه ديال ميل او اقل من ميل، وهنا انت غادي تبقى تعرق على حساب الذنوب ديالك في الدنيا. يقدر العرق يغطيك كامل على حساب الذنوب ديالك او الاعمال ديالك في الدنيا. وفي هذا الوقت بزاف ديال الناس ما غاديش يصبروا، ولكن كاين بعض الناس غادي يتنعموا بظل واحد، وهو ظل عرش الرحمن. وهاد الناس قالنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وهم 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. في هذا المقطع غادي نقول لك شنو هما علامة الساعة الكبرى. أول علامة ظهور مسيح الدجال، واللي غادي يحاول يختبر الناس ويجرهم للشرك، إلا أن المسلمين غادي يعرفوا أنه ساحر أو دجال. ثانياً نزول عيسى بن مريم وغادي يقتل مسيح الدجال. ثالثاً خروج يأجوج ومأجوج وغادي يقتلوا أي واحد لقاوه. رابعاً ظهور دبة الأرض وغادي تكلم الناس. خامساً ظهور دخان عظيم غادي يخرج من السماء وغادي يغطي الكون كامل، والسبب هو غادي يكثروا المعاصي ويخلوا الحق. سادساً طلوع الشمس من مغربها. سابعاً نار غادي تخرج من اليمن وغادي تطرد الناس المحشر ديالهم، واللي غادي يموت عيسى بن مريم ويموت جميع المسلمين. غادي يبقى في الأرض إلا أشر الخلق، ستقوم عليهم أهوال يوم القيامة، وبعد ذلك سينفخ في الصور. فين كتمشي الروح ديالك ملي انت كتنعس؟ واش بصح كتطلع للسما وكتلاقى مع الأرواح اللي كاينين في هذه الحياة، ولا شنو الموضوع؟ قبل ما نبدا غادي نقول أن الروح كتخرج من الإنسان 2 ديال المرات، مرة ملي كنعسو ومرة ملي كنموتو. مزيان، على هادشي النعاس هو صورة من صور الموت. كاملين كنعرفوا الروح وقت الوفاة كتخرج عند الله سبحانه وتعالى، ولكن دابا ملي كتنعس هذا هو السؤال: الروح فين كتمشي؟ كيقول العلماء أن الإنسان ملي كينعس الله سبحانه وتعالى كيقبض الروح ديالو، وكتنفصل الروح ديالك انفصال جزئي. الروح ماشي بعيدة ولكن قريبة من الجسد، وتقدر تنفس وتتحرك عادي واخا الروح خرجة منك. كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الروح ديالك ملي كتخرج منك وانت ناعس كتلاقى مع بزاف ديال الأرواح، ولكن كاين بعض الأرواح كيكون وصل الأجل ديالها، أن الله سبحانه وتعالى كيشبرها كيصيفط الأخرى إلى أجل مسمى تيجي الوقت ديالها. انت كتفيق الروح ديالك، ولكن الارواح الميته كتبقى عند الله. دابا اللي نقدر نقول ملي تكون انت غادي تنعس توضا وما تنساش الاذكار، حيت تقدر تكون هذيك هي اخر الليله. من اكبر علامات الساعه الكبرى هو خروج ياجوج وماجوج. ذكروا في القران الكريم وفي السنه النبويه، واخا كيقولوا ان ياجوج وماجوج ماشي من البشر، غير بعض الروايات الاسلاميه كتقول ان ياجوج وماجوج من ذريه ادم اللي غادي يأذن الله سبحانه وتعالى، وغادي يخرجوا غادي يفسدوا في الارض، وغادي يقتلوا أي واحد غادي يدوز من قدامهم، وغادي يشربوا الماء كامل اللي كاين في الأنهار، وغادي يقتلوا كل البشر كاين في الأرض إلا قليل اللي غادي يكونوا مع سيدنا عيسى. قوة الغرور ديالهم والطغيان تحداو الله، وغادي يسيبوا السهام والنبال إلى السماء، وهنا الله سبحانه وتعالى غادي يرجع لهم هاد السهام ملطخة بالدماء، وغادي يقولوا قتلنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. وهنا الله سبحانه وتعالى غادي يسرد لهم واحد المخلوق صغير من مخلوقاته، دودة صغيرة غادي تخرج من العنق ديالهم وغادي تقتلهم بطريقة سهلة. وهنا كتظهر العظمة ديال الله سبحانه وتعالى. ماشي الله سبحانه وتعالى كتب أي حاجة قبل ما نخلقه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى كتب لي أني غادي ندخل للنار، علاش غادي نعمل الخير ونصلي في الدنيا؟ هادشي كامل بلا معنى، حيت الله سبحانه وتعالى عارف أنه غادي يدخلني للنار. يعني من الآخر أن الله غادي يحاسبني على واحد الحاجة اللي كتبها لي، أنا غادي نشرح لك ونقول لك في كلامك شي حاجة صحيحة وفي كلامك شي حاجة غلطة. الله سبحانه وتعالى ملي خلق القلم قال له اكتب، القلم قال له ربي ماذا اكتب؟ الله سبحانه وتعالى قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني كل حاجة مكتوبة. القلم غادي يكتب حتى الآخر نفس غادي تخرج منك. دابا الحاجة اللي انت اللي عارفها غلط والله عمره غادي يفرض عليك شي حاجة. الله سبحانه وتعالى عارف الحاجة اللي غادي تعمل قبل ما تعملها. هادشي ماشي معناته أنه جبرك على شي حاجة، هو عارف أنك انت غادي تختار ديك الحاجة وغادي تعمل اللي في بالك وتختار بالإرادة ديالك. على هادشي كتبها الله وما فرضش عليك تعملها. مثلا بحال أبو لهب كان كافر ومات كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى سرد له النبي محمد وحاول معاه بزاف ديال المرات
ولكن الله سبحانه وتعالى عرفوا أنه عنيد ومتكبر، وعرف أنه غادي يرفض الرسالة. ربي عطاه فرصة واخا عرفوا أنه غادي يعيش ويموت كافر، وكتبها لأن الله سبحانه وتعالى كيقول في كتابه العزيز: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ماشي بما كتبت، بما كنتم تعملون. دابا نقدر نقول لك حاول تختار طريقك. واش عارف بسبب 100 ثانية تقدر تمحي جميع الذنوب ديالك وترجع إنسان خالي من الذنوب؟ هذا ماشي الكلام ديالي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو هذا اللي كيبان. تخيل الذنوب ديالك بحال هذا البحر وتمحيها كلمة اللي هي سبحان الله. ما تعكسش عليها وخليها في التعليق، وانا غادي نكون اول واحد غادي يكتبها. ماشي الله سبحانه وتعالى كتب اي حاجه قبل ما نخلقه. يعني اذا الله سبحانه وتعالى كتب لي اني غادي ندخل للنار، علاش غادي نعمل الخير ونصلي في الدنيا؟ هادشي كامل بلا معنى، حيت الله سبحانه وتعالى عارف انه غادي يدخلني للنار. يعني من الاخر ان الله غادي يحاسبني على واحد الحاجه اللي كتبها لي. انا غادي نشرح لك ونقول لك في كلامك شي حاجه صحيحه وفي كلامك شي حاجه غلطه. الله سبحانه وتعالى ملي خلق القلم قال له اكتب، القلم قال له ربي ماذا اكتب؟ الله سبحانه وتعالى قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، يعني كل حاجه مكتوبه. القلم غادي يكتب حتى لاخر نفس غادي تخرج منك. دابا الحاجه اللي انت اللي عارفها غلط والله عمره غادي يفرض عليك شي حاجه. الله سبحانه وتعالى عارف الحاجه اللي غادي تعمل قبل ما تعملها. هادشي ماشي معناته انه جبرك على شي حاجه، هو عارف انك انت غادي تختار ديك الحاجه وغادي تعمل اللي في بالك وتختار بالاراده ديالك. على هادشي كتبها الله وما فرضش عليك تعملها. مثلا بحال ابو لهب كان كافر ومات كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى سرد له النبي محمد وحاول معه بزاف ديال المرات. ولكن الله سبحانه وتعالى عرفوا انه عنيد ومتكبر، وعرف انه غادي يرفض الرساله. ربي عطاه فرصه واخا عرفوا انه غادي يعيش ويموت كافر، وكتبها لان الله سبحانه وتعالى كيقول في كتابه العزيز: ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ماشي بما كتبت، بما كنتم تعملون. دابا نقدر نقول لك حاول تختار طريقك. واش عمرك سولتي راسك شنو احسن حاجه غادي تكون في الجنه؟ اعظم نعيم في الجنه غادي يكون يوم الجمعه. غادي تجمعوا اهل الجنه كاملين في بلاصه واحده، والاسم ديالها وادي الافيح. وهذا النهار غادي يكون فيه منابر من فضه ومنابر من ذهب ومنابر من نور ومنابر من ياقوت. وهنا غادي يجلسوا الانبياء والرسل، وغادي يجيو اهل الجنه لاعظم هديه واعظم انجاز واعظم مفاجاه من الله عز وجل، وهي غادي نشوفوا الله سبحانه وتعالى. كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. غادي نشوف الله سبحانه وتعالى بحال اللي كنشوفوا القمر ليلة البدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبشرنا أن المؤمنين في الجنة غادي يشوفوا الله سبحانه وتعالى بكل وضوح. مثلا حتى شي واحد ما غادي يقول اسمح لي نشوف، لا أنا ما كنشوفش مزيان، كل شيء غادي يشوف بلا سحر من الله سبحانه وتعالى. ربي ما يحرمناش من نظرة في وجهه الكريم. ملي خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أمر جميع المخلوقات والملائكة يسجدوا له. السبب السجدة هنا ماشي العبادة، السبب من السجدة هنا هما باش يعظموا الحاجة اللي خلق الله سبحانه وتعالى، وحاجة أخرى لأن الله هو اللي أمرهم باش يسجدوا. فعلا جميع المخلوقات سجدت إلا مخلوق واحد هو إبليس. عصى الأمر ديال الله سبحانه وتعالى وتكبر وما سجدش. وهنا الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: شنو اللي منعك باش ما تسجدش وأنا أمرتك؟ هنا إبليس قال له: أنا خلقتني من نار وخلقتيه من طين، أنا أحسن منه وباغيني نسجد له. من بعد هذا الكلام غادي يجي أمر الله سبحانه وتعالى: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من الرحمة ديالو، وهنا إبليس تحدى الله. إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مادام الروح ديالهم باقا في الجسم ديالهم غادي نغويهم كاملين. إبليس وعد الله أنه غادي يغوينا ويوسوس وما غاديش يعيا حتى يدخلنا للنار. شوف التحدي، تخيل وقف قدام الله وتحداه. وأن الله سبحانه وتعالى رد عليه وقال له: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. الله سبحانه وتعالى رد له الوعد ديالو والتحدي وقال له أنه غادي يغفرنا إذا حنا استغفرناه. يستغفر الله. واش عارفين أنه كاين بيوت ما كتدخلهاش الملائكة ويقدر يكون البيت ديالك وانت ما عارفش؟ أول بيت هو اللي فيه الصور والتماثيل التي لا تعبد من دون الله. ثاني بيت هو اللي كيكونوا فيهم الكلاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب والنهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. ثالث بيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم. ورابع بيت هو قاطع الأرحام. لماذا اختار الله الملك عزرائيل أن يكون ملك الموت؟ لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام
طلب من ملك جبريل أن يحضر له تربة من الأرض. فلما نزل جبريل إلى الأرض وأراد أن يأخذ التربة منها، قالت له الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فحن جبريل على الأرض فعاد إلى الله عز وجل وقال له: ربي إنها أعادت بك فأعدتها. فبعث الله في المرة الثانية ميكائيل عليه السلام. لما أراد ميكائيل أخذ التربة من الأرض، قالت له مثل ما قالت لجبريل، فعاد إلى الله عز وجل وقال له: ربي إنها أعادت بك فأعدتها. فبعث الله في المرة الثالثة الملك عزرائيل. فلما نزل إلى الأرض وأراد أخذ تربة منها، قالت له الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فقال لها عزرائيل: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ عزرائيل تربة من الأرض وصعد بها إلى الله، لم يحن على الأرض أو يتردد. فلهذا اختاره الله أن تكون مهمته هي قبض أرواح المخلوقات. وما تنساش بينك وبين المعلومة مسافة. الله سبحانه وتعالى كيقول: كلا إذا دكت الأرض دكا، يعني تبدلت الأرض. وجاء ربك والملك صفا صفا. نزل الملائكة، يوم مخيف. وجيء يومئذ بجهنم، وجابوا الملائكة جهنم. هنا الإنسان غادي يشوف النار وغادي يقول: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. غادي يعرف أنه دابا غادي تبدا الحياة الحقيقية. اللي عملته غادي نتخلص فيه هذا اليوم. جا اليوم الحساب اللي كنت غافل فيه، جا اليوم وانا ما قدمت لحياتي والو. وكان عليا نصلي، وكان عليا ما نخسرش الهضره، وكان عليا نتعامل مع الوالدين ديالي، وكان. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. عمره تعذب شي واحد بحال هاد النار، لان العذاب الله اشد وابقى، ولا يوثق وثاقه احد. ما عمره تجبر شي حد بالسلاسل بحال الكافرين والعياذ بالله. هاد النهار غادي يتجبروا، وهاد النهار غادي يتعذبوا. ولكن اسمع الله سبحانه وتعالى شنو كيقول مور هاد الايه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللي اجتهدوا في الدنيا وعملوا عمل صالح وتفكروا الله وما نساوش الدنيا وما خلاوش الدنيا تديهم، هاد الناس غادي يحسوا بالأمان. الله يجعلنا منهم. باللي غادي نموتوا وندفنوا الله أعلم شحال غادي نبقاو في القبر. ممكن نبقاو 1000 سنة أو 2000 أو أكثر. ولما نكمل هاد المدة في القبر الاسم ديالها البرزخ. نكملوا ملي غادي يظهروا جميع علامات الساعة، علامة الساعة الصغرى وعلامة الساعة الكبرى. هنا الله سبحانه وتعالى غادي أمر إسرافيل: يا إسرافيل انفخ في الصور. من بعد ما غادي ينفخ النفخة الأولى، ما كاينش شي مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى غادي يبقى عايش لا في الأرض ولا في السماء. غادي يبقى غير الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى غادي يقول: لمن الملك اليوم. حتى شي واحد ما غادي يجاوب. وأن الله سبحانه وتعالى غادي يرد على راسه وغادي يقول: لله الواحد القهار. وموراها الله سبحانه وتعالى غادي يحيي إسرافيل: يا إسرافيل انفخ النفخة الثانية. من بعد هاد النفخة كل مخلوق خلق على وجه الأرض غادي يفيق. باللي غادي نفيقوا غادي نقولوا ماشي هذه هي الأرض اللي كنا عايشين فيها، لأن الله سبحانه وتعالى غير الأرض بأرض واحدة أخرى وهي أرض المحشر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض اللي غادي نكونوا كاملين محشورين فيها 50,000 سنة، وموراها غادي يبدا الحساب. ماشي الله سبحانه وتعالى عرف باللي المصير ديالي في الدنيا وعرف نهاية ديال الجنة أو النار. علاش الله خلقني في الأرض؟ كان يخلقني فوق عنده ويدخلني الجنة أو للنار. لأن الله سبحانه وتعالى عارف ملي غادي يخلقني وينزلني في الأرض غادي نصلي ونختار طريق الصح أو لا غادي نعصيه ونعمل الذنوب. هو عالم بكل شيء. علاش خلقني في الأرض؟ دابا اسمعني، دابا نفترضوا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقكش في الأرض، خلقك عنده الفوق. كيف ما خلقك الله سبحانه وتعالى قال لك أنت غادي تدخل للنار. أنت شنو أول حاجة غادي تقول؟ ربي علاش غادي ندخل للنار؟ واش أنا عملت شي حاجة؟ غادي يقول لك غادي تدخل للنار حيت أنا عارفك إذا نزلتي للأرض أنت غادي تختار الطريق الغلط والنهاية ديالو غادي تكون النار. غادي تقول لا يا ربي أنت ما نزلتينيش، نزلني وغادي نعبدك، وأهم حاجة في حياتي غادي تكون هي الصلاة. اختبرني وأنا غادي نختار الطريق الصح. هذه هي أول حاجة غادي تقول. على هادشي الله سبحانه وتعالى خلقك في الأرض باش ما تجيش يوم القيامة ويكون عندك حجة. ربي خلقك في الأرض وصارت لك الأنبياء والرسل وعندك حرية الاختيار، تقدر تختار في راحتك. باش إلا جيتي يوم القيامة يقول لك الله سبحانه وتعالى أنا نزلتك في الأرض وريتك طريق الصح وانت اللي ما بغيتيش، وإذا اخترتي الطريق الغلط غادي يحاسبك وما غاديش يكون عندك حجة. وهادشي اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. واش عارفين شحال هي المساحة ديال الجنة؟ جبريل عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى باش يعبر الجنة وعطى الله سبحانه وتعالى الإذن.
كيف ما كنعرفوا أن جبريل الله سبحانه وتعالى عطاه واحد القدرة هائلة في التنقل، يقدر يقطع المسافة بين السماء السابعة والأرض في طرفة عين، وبين السماء الأولى والثانية كيف ما كنعرفوا 500 سنة، والثانية والثالثة 500 سنة أخرى، وانت غادي حتى توصل للسماء السابعة، وجبريل عليه السلام كيقطع هذه المسافة في طرفة عين. المهم مشى جبريل عليه السلام يعبر الجنة وطار لمدة 300 ألف سنة، ثم توقف وطلب من الله سبحانه وتعالى باش يعاونه يطير مرة أخرى، وطار 300 ألف سنة أخرى ثم توقف وعاون الله سبحانه وتعالى 300 ألف سنة أخرى ثم توقف، حتى وصل 900 ألف سنة وهو كيطير في الجنة ثم توقف، ولقى واحد القصر كبير وكطل منه وحدة من الحوريات، فقالت له: يا جبريل ماذا تفعل؟ قال: باغي نعبر الجنة. قالت له: يا جبريل لا تتعب نفسك، انت من اللي انطلقت لدابا انت كطير في المملكة ديالي. قال لها: شكون انتينا؟ قالت: أنا زوجة واحد المؤمن. يعني المسافة اللي قطع جبريل عليه السلام هي ديال شخص واحد مؤمن. ودابا انت تخيل ملي غادي يموت الانسان ويتغسل ويتكفن ويتدفن في القبر ديالو، الله سبحانه وتعالى غادي يرجع له الروح ديالو، وغادي يجيو عنده جوج ديال الملائكه منكر ونكير، وهذه اول فتنه ديال الانسان في القبر، اذا نجح فيها فما بعدها اهون، واذا ما نجحش فيها فهو هالك في النار. غادي يجوا هاد الملكان وغادي يسولوك 3 ديال الاسئله. اول سؤال: من هو ربك؟ المؤمن غادي يقول: ربي الله. اما الكافر غادي يبقى يتلعثم في الكلام، لا ادري. وغادي يسولوا الميت سؤال ثاني: من هو نبيك؟ المؤمن غادي يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر غادي يبقى يتلعثم في الكلام مرة أخرى: لا أدري، لا أعرف. وغادي يسولوا الميت سؤال ثالث: ما هو دينك؟ أن المؤمن غادي يقول: ديني الإسلام. أما الكافر والمنافق غادي يقول: من أنتم؟ أين أنا؟ لا أعرف. هنا كتفتح أبواب السماء كيجي منها صوت: صدق عبدي أو كذب عبدي. إذا كان صادق كيتوسع له القبر ديالو، كيقول الله سبحانه وتعالى: أروه مقعده من الجنة. فيقول المؤمن: يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. أما الكافر كيضيق عليه القبر ديالو حتى كتلصق الضلوع ديالو، وكيقول الله سبحانه وتعالى: أروه مقعده من النار، حتى كيبقى يقول: يا ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة. الله سبحانه وتعالى اختار 10 من الملائكة ووكل كل واحد فيهم بمهمة. أول واحد فيهم هو جبريل عليه السلام الموكل بنزول الوحي، ميكائيل عليه السلام وهو الموكل بنزول المطر، إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بنفخ في الصور يوم القيامة، ملك الموت عليه السلام وهو الموكل بقبض أرواح العباد، منكر ونكير عليهما السلام الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره، رقيب وعتيد عليهما السلام هما الملكان الموكلان بكتابة أعمال العباد، مالك عليه السلام وهو خزان النار، رضوان عليه السلام وهو خزان الجنة. وما تنساش بينك وبين المعلومة مسافة.